السلام عليكم. يلا نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونعمل مع بعض السينابون. السينابون بره بيتباع غالي جدا بالرغم ان هو مش مكلف خالص. معايا هنا كوباية لبن دافية زي دمعة العين، يعني لا سخنة ولا باردة. معايا معلقة زبدة مسيحة، وبيضة انا مطلعها من التلاجة من بدري يعني بدرجة حرارة المطبخ. هنزل بقى بثلاث معالق سكر من العادي اللي احنا بنستخدمه المخرز، وهنزل بباكت خميرة كامل. هقلب الخليط ده كله مع بعضه، وكمان هحط ربع معلقة ملح. ما تنسيش وانتي شغالة في المطبخ تصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام وتستغفري وتسبحي. واليومين دول بقى التكبيرات بمناسبة العيد، كل سنة وانتم طيبين. هنزل بقى على الخليط ده كله ب3 كوبايات دقيق ممسوحة، يعني بملك كوباية بس مش بكبسها، بخليها فيها هوا وامسحها وانزلها على الخليط ده 3 كوبايات دقيق. هلم بقى العجينة دي بالسباتشيلا كده لغاية لما تتلم خالص، بعد كده هعجنها بإيدي. العجينة بتاعت السينابون بتتعجن حوالي 10 دقايق، ولازم تبقى ملزقة، عجينة هشة وطرية جدا جدا شبه القطنة. هلمها شوية كده لغاية لما كله يتجانس مع بعضه، وبعد كده هعجن بإيدي لمدة 10 دقايق. هديها كده تقليبة. ما تنسوش تدعوا للثانوية العامة ولادنا واللي في الإعدادية، وربنا ينجحهم كلهم يا رب ويكبر بخاطرهم، اللهم آمين يا رب العالمين. هلم بقى بإيدي كده. لو لقيتيها ملزقة قوي انزلي كده بنص معلقة دقيق زي ما أنا هعمل دلوقتي كده. أنا لقيتها ملزقة جدا، هي لازقة في إيدي لكن مش بتلزق في الطبق. هحط كده معلقة يعني نص معلقة مش معلقة كاملة، وهلمها بقى كده. وهجرب بقى كده بايدي التانية، لو ما لزقتش في ايدي التانية خلاص يبقى كده تمام. هلم فيها بقى كده واعجنها حوالي 10 دقايق لحد لما تتلم كلها خالص خالص وما تبقاش اهي. بصوا كده تمام، عجنتها. هغطيها بقى واسيبها انا مولعه الفرن وطفيته علشان يبقى دافي، وهسيبها تخمر. هنا بقى هعمل الحشوه بتاعت السينابون، وهي نص كوبايه سكر من بتاعنا العادي ومعلقتين كبار من القرفه. لو عندك كاكاو حطي، ما عندكيش خلاص مفيش مشاكل. هنا بقى الصوص بتاع السينابون، انا ما عنديش جبنه كريمي، الجبنه الكريمي غاليه، فانا عملت صوص اقتصادي. عندي كريمه بتاعه الحلويات، كريمه خفق بتاعه الحلويات. هنزل بكوبايه وعليها نص كوبايه لبن، وعليها 3 معالق سكر بودر وباكت فانيليا. هقلب كل ده على بعضه وهسيبه على جنب. وطعمه ومعلقه زبده، نزلت بمعلقه زبده سايحه. هقلب بقى كل ده، ريحته جباره، اقتصادي، حاجه موجوده عندي في البيت. ولو ما عندكيش الكريمه بتاعت الحلويات تقدري تعملي اللبن والزبده والسكر البودر، بيدي هشاشة وطعمه بيبقى تحفة. هنا عندي كانت خمرت، كنت حطاها في الفرن خمرت، نزلتها بقى كده. طبعا الرخامة نظيفة ومغسولة. هرش رشة دقيق كده وهبتدي افردها بالراحة. العجينة هشة قوي وطرية قوي وسهلة في الفرد، هتتفرد معاكي بسهولة. هفرد بقى بالنشابة كده وهعملها مستطيل. ولو ما اتظبطتش معاكي تقدري تظبطيها بالسكينة زي ما انا هعمل دلوقتي. اليومين دول التهليل والتكبير والتحميد والحسنات بتتضاعف. انا كده سويتها بالسكينة علشان بس تبقى مستطيل متساوي، واللي انا بطلعه ده هعجنه تاني. العجينة اتفردت معايا بسهولة، العجينة طرية وجميلة جدا. هجيب بقى الزبدة السايحة او اللي هي بدرجة حرارة الغرفة، وهبتدي ادهن سطح العجينة كلها بالفرشة كده زي ما احنا شايفين. ودي بقى بترجع لحبك للزبدة. انا بحب الزبدة، مش عايزة زبدة كتير ما تدهنيش كتير، بس لازم تدهني علشان السكر والقرفة يثبت عليه. هدهن السطح كله كده بالزبدة، ريحتها جبارة، العجينة جميلة جدا وريحتها تحفة. هنزل بقى كده بالسكر والقرفة وهحشي العجينة بتاعت السينابون. طعمها جميل، ريحتها جميلة. هبتدي بقى اعملها رول وهلفها كده بالراحة خالص علشان ما تبصش معايا. هلفها واحدة واحدة كده زي ما احنا شايفين لغاية لما اخلصها خالص. هلفها واحدة واحدة كده بالراحة. عايزه تقسميها نصين وتلفي حته حته تمام، انا لفيتها كلها مره واحده.
طبعا علشان ما تتقطعش معاكي بالسكينة وتبوظ، فانا جبت الخيط بتاع السنان وهبتدي اقطعها واحدة واحدة علشان تطلع معايا مظبوطة، بس لا تتني ولا تبوظ ولا الكلام ده. واحدة واحدة كده هتتقطع معاكي بمنتهى السهولة. العجينة هشة وطرية وجميلة جدا. واحدة واحدة كده بالخيط هتتقطع معاكي. اتقطعت بقى كلها هي وسويتها. هدهن بقى الصينية بتاعتي بالزبدة كلها والاسطح كمان، علشان دي هتترفع معايا، يعني المقاس ده هيبقى مضاعف. وهرصها بقى واحدة واحدة كده، ويخلي بين كل واحدة واحدة مسافة، لان هي كده هتتضاعف وهتلزق في بعضها، فما تلزقهاش في بعضها. ريحتها حلوة وطعمها حلو وجميلة. دي بقى حتة العجينة اللي انا قصيتها بالسكينة، هعملها تاني. وبصوا بقى ما تقوليش مش متسوية، احنا اللي هناكلها من الاخر، المهم الطعم. اعمليها واحدة واحدة، اعمليها لولادك في البيت. كل حاجة في البيت بتبقى جميلة، والحاجة بره غالية، واعمليها في البيت. مبادرة اعملي كل حاجة في البيت. هدهن بقى سطح السينابون بتاعي بالزبدة، علشان اول ما الاقي الزبدة اتحمرت كده اعرف انها استوت على طول. هدهنها بقى كلها كده، وهسيبها تخمر تاني. واسيبها تاني تخمر، دي خطوة مهمة جدا، لازم اسيبها تخمر تاني. غطيها بقى واسيبها تخمر. وبعد كده هحطها في الفرن. كده طلعت من الفرن تحفة، ريحتها جبارة. هنزل بقى بالصوص بتاعي الاقتصادي جدا، كريمة الحلويات مع لبن وسكر بودر وفانيليا. والله طعمه جبار، ومعلقة زبدة. طعمه جبار، جبارة جبار، جميلة جدا جدا جدا. اعمليها في البيت، اعمليه في البيت، جربيه. الولاد يفطروا بيه، كله دلوقتي ابتدى ياخد الاجازات، واللي بينزلوا الامتحانات محتاجين ياكلوا حاجة الصبح تكون طرية وسهلة. وجربيه هيعجبك قوي، ومش مكلف. ألف هنا وشفا على كل حد بيجي ياكل عندنا لقمة. بصوا بقى، بصوا، هيطلع بسهولة، هيتقطع بسهولة، طعمها جميل، ريحتها جميلة. وألف هنا وشفا. السينابون غالي في السوق، فاعمليه في البيت. اعملي كل حاجة لولادك في البيت. ما تنسيش تصلي على الرسول وتدعي لي دعوة حلوة. وكل سنة وانتم طيبين، وربنا يبلغنا عرفات. اللهم امين يا رب، ويجعل لنا فيه دعوة مستجابة. سلام.